السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو جديد، يومكم كله مليان خير وبركة يا حبايب قلبي. وحشتوني من فيديو امبارح لفيديو النهاردة. أخباركم ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ يا جماعة الفيديو لازم نبدأ بإيه كالعادة يا سادة؟ أدعي لحبايبي. ازيكم يا احلى حبايب؟ ربنا يصلح حالكم. انا بحب ادعي لكم من قلبي ودي عاده. خلاص. ربنا يسعد قلوبكم قادر كريم، ويبارك في صحتكم وفي وقتكم وفي رزقكم، ويفتح لكم ابواب الخير والراحه والطمانينه يا رب العالمين. ربنا يجعل ايامكم كلها بركه وفرح، ويحقق لكم كل امنيه بتدعوا بيها حتى لو في سركم. ربنا يكرمكم من واسع فضله يا رب العالمين. يلا بقى ندخل في الفيديو النهاردة ونشوف احنا هنعمل ايه. خلاص، طبعا انا قمت من النوم كالعادة، مشيت ولادي على المدرسة. عملت لهم اللانش بوكس بتاعتهم، الكتب، الحاجات دي كلها. وبرضو شاركتهم معايا. لازم تشركوا ولادكم في كل حاجة عشان يتحملوا المسؤولية معاكم، فاهميني؟ بصوا بقى، انا النهاردة عايزة اتكلم معاكم في موضوع حلو قوي يا بنات. موضوع بجد هيفرق معانا كلنا. كل واحدة مننا الموضوع ده مهم قوي بالنسبة لها. ايه هو؟ اولا الفينو اللي انا عاملاه دوت عشان السكر يا بنات، ده بالشوفان حلو قوي. فاهميني؟ عشان السكر، لان السكر عندي مسافر بصراحة والله، مع اني منظمة جدا وحياة ربنا. بس الحمد لله يا رب، احنا احسن من غيرنا. بصوا بقى، انا النهاردة هقولك ازاي ترجعي ثقتك لنفسك. عارفين يعني ايه نرجع ثقتنا في نفسنا؟ اللي هدها ضغوط الحياة، مشاكل الولاد، أولوياتنا في البيت. فاهميني؟ هقولك على سر يخليكي، وخطوات قليلة جدا معدودة ما تتعدش على الإيد الواحدة. لو عملتيها ونفذتيها بالحرف، والله لا تتغيري من جواكي للأحسن. هقولك ازاي ترجعي ثقتك لنفسك، وازاي تتخلصي من احساس ايه؟ انا عندي حاجة ناقصة، انا حاسة ان انا اقل من غيري. دي الواحد بيكون يعني ايه، مش مرتاح نفسيا. دايما عنده عقدة اللي هو ايه؟ انا في حاجة ناقصاني. انا بقى هقولك دلوقتي ايه اللي تعمليه يخليكي عندك ثقة في نفسك. لو عارفة المثل اللي بيقول يا جبل ما يهزك ريح. هو انا بقى هقولك على الخطوات دي، لان عشان تكوني فاهمة بس ان الثقة ثقتك في نفسك مش معنى ان انت تبقي شاطرة في كل حاجة. لا لا لا. ده على فكرة غلط. ان الواحدة اللي هي عندها ثقة في نفسها دي شاطرة في كل حاجة. لا يا حبايب قلبي. الثقة بالنفس مش معناها ان انا فهلوية وبعرف اتحرك هنا وهنا. لا لا لا. الشخصية اللي هي بتبقى واثقة من نفسها هي اللي بتعرف تعمل كل حاجة. لا برضو. لا. بصي حبيبة قلبي، الواحدة لما تكون واثقة من نفسها وعارفة ان انا مهما يحصل انا واثقة، انا واثقة في نفسي. دي الشخصية يا بنات اللي بتقدر ان هي تطور من نفسها وتتعلم. ان انا مفضلش كل يوم اعيد حاجة اليوم اللي قبله وعايشة في روتين كل يوم هو. لا. لا يا بنات. يعني مثلا لما حاجة تقف قدامك، بدل ما تقولي لا انا ما بعرفش ان انا اعمل النقطة دي، او لا مش هعرف اتصرف انا في الموقف ده، انا مش هعرف اتعامل في الموقف ده. قولي لنفسك كده. كلمي نفسك، مش كلمي نفسك ان احنا يعني مجانين ولا حاجة. استغفر الله العظيم، ربنا يحفظنا كلنا يا رب. لا، كلمي نفسك يعني من جوه، لان انت لما بتخاطبي عقلك الكلام بيطلع على طاقتك، على وشك، بيبان عليكي. قولي ايه؟ لا، انا هتعلم. اللي انا مش عارفه اعملها دي انا هتعلم، انا هجرب. حتى لو غلطتي غلطه صغيره اتعلمي من الغلطه دي، مش عيب. مش عيب ان انت لو غلطتي غلطة صغيرة تتعلمي منها. بس ما تقوليش انا مش هعرف اعمل. فاهمني؟ الكلام اللي احنا بنقوله لنفسنا ونكلمه مع نفسينا كده، ده على فكرة بيبان على شخصيتنا بجد. لان في جملة كلنا بنقولها كلنا، وانا كنت بقولها على فكرة. اقعد اقول ايه؟ انا مش قادرة، انا قليلة، انا مش زي الناس. الجملة دي اصلا لما انا بقعد اقولها لنفسي انا بجيب طاقة سلبية لنفسي، لان هي بتدخل العقل.
فاهمني؟ حتى لو انا فضلت اقولها لنفسي كده خلاص هي دخلت عقلي، فبتبقى فيها حقيقة بقى بالنسبة لي. لا انا بقى ممكن بدل ما اقول انا مش قادرة، انا قليلة، انا مش زي الناس، انا ممكن اشيل الكلام ده كله واكلم نفسي اقول ايه، انا هحاول على فكرة. ده على فكرة ده انا ممازن شاطرة. لا انا هحاول. انا بس ايه هستعين بالله وربنا ان شاء الله هيوفقني وانا هعمل اللي عليا. يعني حتى كلام ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، بيقول لك وليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. يعني ايه اسعى عشان إيه؟ عشان هتشوف ده. ربنا سبحانه وتعالى مش بيضيع تعب حد ولا مجهود حد. فانت حاولي، حاولي قولي انا هحاول، انا هتعلم، انا بصوا انا هعمل اللي عليا. فاهمني؟ اكتبي كده نقط لنفسك حتى لو انت شايفاها بسيطة. ماشي. يعني مثلا ايه، حتى قولي لنفسك ايه على فكرة انا انا ماليش مميزات، لا ده انا عندي مميزات حلوة قوي. كل واحدة فينا، من كل واحدة فينا عندها حاجة بتميزها. اكتبي 5 مميزات على الاقل انت شايفاها حلوة فيكي. ان انت مثلا ايه الحاجات اللي انت شاطرة فيها، ان انت صبورة، دي حلوة قوي، ان انت بتتحملي المسؤولية، ان انت بتعرفي ترتبي اولوياتك، ان انت حنينة على كل اللي حواليكي، ان انت شخصية هادية. الحاجات الصغيرة اللي انت بتكتبيها دي هي اللي بتبين ثقتك في نفسك. فاهمين قصدي؟ فانت دايما اشتغلي على نفسك. ما تستنيش حد يجي هو اللي يطلعك. ما تستنيش البوم الكبيرة اللي هتنقلني من حاجة لحاجة. انت لو عملتي النهاردة 1% حاجة حلوة، مع بكرة 1% حاجة حلوة، مع الوقت هتبان. مع الوقت هتبان. انما انا لو قعدت وحاطه ايدي على خدي انا مستنيه بقى الحاجه الضخمه، البوم اللي هتفرقع حياتي وتخليني تنقلني من نقله لنقله تانية، لا. لا ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قال لك خدوا بالاسباب، خدوا بالاسباب. فانتوا ما توقفيش نفسك. بصوا انا والله العظيم 3 انا كل حاجه بعملها لنفسي انا بقول لكم عليه. كل حاجة بحس ان هي فرقت معايا انا بقول لكم عليها. لان انتي ظروفك غيري ووقتك غيري وحياتك غيري، اعملي اللي انتي تقدري عليه. فاهميني؟ بس ما تقلليش من نفسك، اوعي تقللي من نفسك. انتي قدها، انتي كبيرة، انتي كبيرة. يعني احنا كنا فين وبقينا فين. فاهمين قصدي؟ يعني الانجاز اللي انت عايزه تعمليه في حياتك ده محتاج ثقه كبيره قوي في نفسك. لو كل يوم بقولك هتعملي حاجة صغنونة مع الوقت هتبقى حاجة كويسة. طب خلينا نتكلم لو على البيت مثلا، لو هنعمل ثقة بنفسنا دي مثلا مع ولادنا وجوه بيتنا مثلا. ممكن اقعد اقول ايه، اقوم من النوم اقول ايه ده انا مش قادرة النهاردة اعمل اي حاجة، ولا هعمل اي حاجة. انما انا لو قمت قلت ايه، حطيت اولويتي، النهاردة انا هرتب مثلا الركن ده، النهاردة انا هخلص الغسيل ده مش هخلي عندي غسيل، النهاردة انا عايزة اعمل رياضة مع نفسي. لو مش عندك جيم قريب اعملي رياضة في البيت، اتحركي في البيت، انزلي تمشي، انزلي بدل ما تبعتي عيل من العيال يجيب لك الطلبات، لا انزلي انت هاتي طلباتك. شمي هوا جديد، هوا الصبحية ده، خدي طاقة جديدة. زي ما بنفتح الشبابيك ساعة ما بنقوم كده عشان نقول طاقة جديدة، انزل برضو اجيب طلباتي، همشي رجلي واحرك نفسي، وفي نفس الوقت عملت رياضة، ضخيت الدورة الدموية في جسمي. فاهميني؟ اتعلمي وصفة جديدة، خشي كده، خشي قناتي وشوفي وصفة جديدة. حبايبي كلهم اللي بسم الله ما شاء الله عليهم متابعيني، الله اكبر عليهم ما شاء الله، قنواتهم جميلة واكلهم حلو ونفسهم حلو وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. بحبكم من كل قلبي وحياة ربنا. خشي كده تعلمي، انتي شطورة. خشي عندي برضو قناة تانية كده، شوفي حاجتها، تعلمي حاجة حلوة منها مع دعوة حلوة ليها. يعني حبي نفسك وغيرك هتلاقي ده معكوس عليكي. انما ما احبش نفسي بس، لا. محدش بيعيش لوحده، جنة من غير ناس ما تنداس. فاهمين قصدي؟ يبقى انت هتقعدي تقولي لنفسك ايه، لا انا النهارده هتحطي اولويات لنفسك، النهارده هعمل كذا، بكره هعمل كذا. خلاص. وحاجة تانية، لو انت في حاجة انت غلطتي فيها ما اعملش بقى جلد الذات اللي هو اقعد بقى اسلخ نفسي. لا، لا، اتعامل مع اخطائي باحترام.
باحترام. يعني هي الغلطة مش هتموت، ولا هي دليل فشل على فكرة، دي دليل ان انت بتسعي وبتحاولي وبتجاهدي، وان شاء الله ربنا هيوفقك. وخدي بالك الشخص اللي عمره ما بيغلط ده عمره ما جرب حاجة، لان ما فيش شخص عمره ما بيغلط، عمره ما جرب حاجة، وعمره ما هيطور نفسه، لان احنا اصلا احنا بنتعلم من غلطاتنا. يعني انا كممثل انا بتعلم من اخطائي. ودايما بصي لنفسك بقى بعين الحب، مش بعين النقد كل شويه انقد في نفسي. يعني بدل ما اقف كده قدام المرايه واقعد اقول ايه ده انا شكلي وحش، انا صوتي مش عاجبني، انا مش زي فلانه، لا، انا بقف قدام المرايه بتاعتي اقول ايه، الحمد لله انا حلوه، ربنا سبحانه وتعالى خلقني حلوه، انا بحب نفسي زي ما انا، الحمد لله، انا عايزه اطور نفسي اكتر واكتر. انتوا فاهمين يا بنات؟ يعني دايما قولي لنفسك كلام بوزيتيف، كلام ايجابي، كلام تحفيزي لنفسك. ما تقعديش جلد الذات كل شويه لنفسك. الكلمه بتطلع من بقنا بتدخل على عقلنا خلاص بتبان علينا. فدايما خليكي طاقة إيجابية لنفسك وللي حواليكي. خليكي ست شاطرة كده وجميلة، انتوا كلكم شاطرين بقى. بصوا أنا عارفة أنا بقى هتقعدوا تقولوا ده أم مازن بقى هتعمل علينا بقى إيه، أستاذة نفسية وهتقعد، لا والله العظيم انتوا كلكم أحسن مني. وأنا يا جماعة يعني أبسط ما أكون وحياة ربنا. يعني دايما حتى اقول لهم كده يقعدوا يقولوا لي ايه، على فكره يا ماما انت بتعجبنا دماغك مش عارفه ايه، اقول لهم وحياه ربنا هقولها لكم يعني زي ما انتوا بقى اخواتي بقى خلاص احنا عشره، اقعد اقول لهم والله يا حبايبي انتوا واخدين فيا قلم. انتوا واخدين فيا قلم. انا شايفه ان انا لسه لا ده انا لسه كتير عليا اما اتعلم لسه. انا طول ما انا عايشه انا بتعلم. اهم حاجه ان انا ما ارجعش للغلطات اللي انا عملتها، لا اتعلم منها. فاهمين قصدي؟ انا عايزاكي حلوه وعايزاكي جميله زي ما انا عايزه نفسي، انا بقولك فاهمني. انما انا يعني انا مش بامرك ولا حاجه، انتوا كل واحد حر في حياته، ربنا ييسر لكم امركم كلكم، وانتوا حبايبي وانتوا عارفين. بس انا لما بجرب حاجه فيا عملتها وجابت نتيجه ايجابيه، انا بحب ان انا اقول لكم عليها. بحب اما يكون عندي فكره او معلومه بحب ان انا اقول لكم عليها. فاهمين قصدي؟ عشان انتوا حبايبي بقى خلاص احنا بقينا عشر. خدوا بالكم انا ماليش اخوات بنات، انتوا كلكم اخواتي. والله ما ليا اخوات بنات. انا كان ليا اخت الله يرحمها وتوفت، واللي كانت صاحبتي وصديقتي وكل حاجه ماما الله يرحمها. فانا بعتبركم كلكم اخواتي وحياة ربنا، وبحبكم قوي. انا بقعد اتكلم معاكم عليكم مع ولادي وفي البيت عندي كده والله العظيم. ولادي يلاحظوا ان انا خلاص بقيت عشرة معاكم وحياة ربنا. فانا بحبكم كلكم ومش عايزاه حد فيكم يزعل، والله لو انا بعد الشر قصرت في حاجه معاكم والله ابدا. انا بسعى على قد ما اقدر ان انا والله اشوفكم كلكم وادخل عندكم كلكم وحياة ربنا. وربنا يديني على قد اللي جوايا بصراحه. فاهمين قصدي؟ انا حاسه ان انا رغيت قوي معاكم وطولت قوي عليكم. بس والله ان انا يعني عايزه اقولك ان انت خلي دايما عندك ثقه في نفسك. لان الثقه بالنفس دي مش بتتوزع على فكره، لا دي هديه من عند ربنا سبحانه وتعالى، انت بتطوري نفسك بيها، انت اللي بتبنيها بتصرفات بسيطة يا بنات، بكلام محترم مع نفسي، بخطوات صغيرة بس ثابتة ان انا اطور فيها. فاهمني؟ دايما افتكري كلمة انا مش كاملة، بس انا مستحقية ان انا اكون اخد كل الخير اللي في الدنيا. انا استحق كده، يعني انا مش كاملة بس انا استحق ان انا يبقى معايا خير الدنيا كله. دايما قولي لنفسك الكلام ده. ويا رب يا رب يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وحتى لو استفدتم بكلمة واحدة حتى من الفيديو يا رب تكون عجبتكم. وبإذن الله إن شاء الله كلنا نكبر مع بعض ونقوي بعض ونكون داعم لبعض. ربنا يا رب يوفقكم في حياتكم. بجد بحب أدعي لكم قوي وحياة ربنا. ربنا يفتح لكم أبواب الخير والرضا والرزق والطاقة حبايب قلبي وحياة ربنا. لو وصلتي معايا لحد كده ما تنسيش اختك ام مازن في لايك واشتراك وكومنت حلو. اللي لسه مشتركش بالله عليكم لو عجبكم وصفاتي او حواري بالله عليكم ما تقصروا معايا. ربنا يكرمكم من واسع فضله. يا رب كلنا نكبر سوا ونقوي بعض وندعم بعض ويكتب لنا كلنا الخير مع بعض والتوفيق. وهقول ايه، هقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.